ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى نقوم نعمل سندوتشات التوفير. سندوتشات التوفير دي سندوتشات فينو للمدارس او للموظفين، محشية وجبة غذائية كاملة متكاملة. محشية ايه؟ هي دي المفاجأة. سندوتشات محشية، يعني تنفع غدا، تنفع عشاء، تنفع فطار، تنفع سندوتشات مغذية لأطفالنا في المدارس في اللانش بوكس. محشية بيض بالبسطرمة، بيض بالبسطرمة. ما تستغربوش خالص ان العجين يتحشى بيض بالبسطرمة. يتحشى بيض بالبسطرمة لان احنا بنحشي الفطير حاجات كتير. يلا بينا نبدأ. معايا كيلو دقيق، معايا رشة ملح. هنحط بقى المواد الجافة الأول، وبعد كده أنا هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. معايا رشة ملح، معايا معلقة بيكنج باودر، معلقتين لبن باودر. دي المقادير الجافة. ندخل على المقادير السايلة. معانا كوبايتين رايب أو لبن أو مية، حاجة من التلاتة يعني. اختاري اللي يعجبك واللي في إمكانياتك. معلقتين سكر، معلقة ونص خميرة، معلقتين خل، ونقلب كويس. برضو هكتب كل المقادير دي في صندوق الوصف عشان خاطر اللي يكون حد مش مركز في المقادير معايا. هحط بيضتين، بيضتين كاملين، ونقلب برضو كويس عشان البيض ايه يفك. معلقتين زيت، معلقتين زيت، وبرضو نقلب كويس بعد الزيت بالزيت عشان ما يعومش على الوش ويختلط بالمكونات كلها. اهم حاجة ان لازم تعرفوا ان الوجبة دي وجبة كاملة متكاملة. تنفع غدا، تنفع غدا. انا كنت بستخدمها في الوقت اللي انا ببقى فيه مش قادرة اقوم اعمل حاجة. سخن في الميكرويف، سخن في الفرن. لو ما عندكيش كل ده وعايزة تحطيه تحفظيه في الفريزر وتستخدميه، ممكن تطلعيه قبلها بيوم بالليل. هنا بقى انا حطيت المواد السايلة على كيلو دقيق. هقلب واشوف عايز مني سوائل تانية. الدقيق مش كله زي بعضه. ساعات اجيب دقيق ياخد مني كوبايتين لبن بس، ساعات ياخد كوبايتين ونص، وساعات ياخد 3 كوبايات. يعني المقادير دي احنا نركز بالذات المواد السايلة معاها. فانا حطيت كوبايتين رايب، وانا عارفة ان الرايب بيعوز اكتر لو هتستخدمي مواد سميكة. هنا انا زودت مية، هزود نص كوباية مية بس بالتدريج عشان اشوف الدقيق هيستوعب قد ايه سوائل. دي اهم حركة، يعني اهم حاجة تخلي بالك منها انك ما تكبيش السوائل مرة واحدة عشان ما تحتاجيش انك تحطي دقيق تاني. انا كفاية كده، حطيت نص كوباية مية حلوة قوي كده. نعجن كويس بقى. هحط 50 جرام زبدة، 50 جرام من الزبدة. بعد الزبدة بقى وانتي بتدعكي هتلاقي العجينة بتقطع في ايدك. مية مية. كملي دعك، ما تحطيش دقيق وتقولي ده باظت مني. كملي دعك وما تقلقيش خالص. ده بعد ما تدعكي فترة طويلة خالص ولقيتيها مش راضية تلم. انا عايزة عجينة طرية بتلزق. عجينة طرية بتلزق. ليه بتلزق؟ لان العجين الفينو بالذات لما يلزق هيطلع معاكي ناجح. هنا بقى هنعمل الحشوة. هقطع البسطرمة. انا لسه هكمل تقطيع. اقطع البسطرمة واحط عليها 6 بيضات. على شوية البسطرمة دول حطيت 6 بيضات. هنا العجينة خمرت مني خلاص كده. اشتغل انا اقطع العجين. اهم حاجة ادهن ايدي زيت لان العجينة دي زي ما بقول لكم بتلزق. يعني من غير زيت مش هتعرفي تمسكيها، بالذات لو انتي اول مرة تمسكي عجين. فندهن ايدينا زيت وندهن الرخامة زيت ونشتغل. سهل وبسيطة خالص. بس طالما حطيت لها زيت ما تقلقيش، يعني هتمشي معاكي. حتى لو انتي ما عمرك ما عملتي عجين هيطلع معاكي حلو. قومي اشتغلي.
جربي، لو ما غلطتيش مش هتعرفي تعملي حاجة. اعملي، المرة دي نص نص، المرة الجاية يبقى بيرفكت. اهم حاجة يبقى عندك عزيمة انك تعملي كل حاجتك في البيت، فرحي عيالك وجوزك يفرح بيكي وكمان اوفر من اللي بره كتير. كيس المولتو دلوقتي اللي هو ما اعرفش محشي ايه في ايه، كيس سندوتش كده ما يشبعش اي حد، وطعمه مخزز وكده، وب10 جنيه وب15. ده مش هيقع عليكي بكده خالص. ده كيلو دقيق بصي عمل لي كام سندوتش كبير جدا، كبير يعني السندوتش يغدي نفر كبير. هنا بقى انا هفرد بعد ما قرصتهم على زيت، وايدي متعصى زيت. دي هنا 6 بيضات، بص عملوا لي الصينيه قد ايه، وهيزيد من الحشو ده. 6 بيضات وحتتين بسطرمه، ما كترتش البسطرمه خالص، كنت جايبه تمن حطيت نصه بس كده. ده اول سندوتش، وده التاني. افرد 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 الزيت طول ما الرخامه متعصى زيت، حتى لو العجينه بتلزق ما تخافيش عليها، احنا الفطير بنعمله طري. ايوه بصي، اهم حاجه بقى تشدي العجينه عليكي كده بالراحه، كل ما تلفي تشدي العجينه وتقفلي كويس. تقفيل كويس ده خلي الساندوتش ما يفتحش منك. تقولي الساندوتش فتح مني، طب ما انتي مش مقفله كويس. مش مقفله كويس، لازم يفتح. لازم تأكدي على التقفيله، وتخلي التقفيله من تحت مش من فوق، مش من على الجنب، تبقى من تحت، الرغيف يستريح عليها، وتبططي كده بالراحه عشان لما تخمر مش تقدري تبططي عليها تاني. ادي كده نعمل الساندوتش التالت. انا كل ده بكرر عشان انا عايزاكي تستفيدي. اما اطول عليكي الفيديو معلش، بس عايزة كل خطوة تعرفيها، ما تفوتكيش حاجة، كل خطوة تستفادي بيها. وبحشي بصي الحشو قد ايه، يعني عاملة حشوة كويس، الحشو كويس، ما هوش يعني حتة جبنة كده لحسة، ولا حتة نوتيلا لحسة. نوتيلا ايه وجبنة ايه، ما بتشبعش الحاجات دي. البيض ده بروتين، والبسطرمة دي لحمة، معمولين بمعلقة زبدة، والعجينة متكلفة برضو، محطوط فيها رايب ولبن بودر وسكر وخمير. ايه ده الرغيف وجبة كاملة. اعملي وحطي في الفريزر وريحي دماغك من العشوة، من غدوة، من فطار، من سندوتشات مدارس. اسحبي كل يوم بالليل، حطيه على الرخامة، الصبح تصحي تلاقيه طازة زي ما يكون معمول. ممكن تحطيه ثانية في الفرن. تحفة، صدقوني صدقوني جميل. عالم ربنا، لو عملتيه هتريحي دماغك خالص، من عشاء، من غدا، من سندوتشات مدارس، لو عايزة تفيدي عيالك وتخليهم يتغذوا، بالذات شباب الكليات اللي اكلوا كله من بره وبعد كده يشتكوا بالمعدة. لا، كل ده تقدري تعمليه وبطريقة سهلة. يعني الموضوع مش صعب، لا سهل خالص، مفيش حاجة صعب. ست البيت مفيش حاجة صعبة عليها. هنا بصي انا بفرد مش بايدي هنا انا بفرد بايدي وبفرد بالمردنة، بالاتنين. انتي بقى زي ما تحبي يعني، عايزة تلفي بايدك افردي بايدك، افردي عايزة تفردي بالمردنة افردي براحتك. هنا بقى انا خلصت، هخلص كده واروح ماسكة بيضة ضرباها بحبة لبن صغيرين، او لبن او اي حاجة، لو مية وعسل ونسكافيه هتفردي. مش كل الناس بيحبوا موضوع البيض على وش السندوتشات، انتي بقى دي براحتك. ده موضوع بقى حسب راحتك انتي، حسب انتي بتحبي ده ولا مش ده. انا كل ما افرد 2، كل ما ادهن 2 قصدي، لازم احط عليهم بسرعة السمسم والحبة البركة. ليه؟ عشان لو استنيت لما اعمل كله بينشف البيض على العجين بيمص السائل اللي عليه. فانا كده السمسم هحطه وهيقع، هحط حبة البركة وهتقع. فانا الحتة دي بالذات عايزاكم تاخدوا بالكم منها، حتة ان انا كل 2 ادهنهم، ارش عليهم الحاجة اللي انا هرشها عليهم، او ما رشش اخليه سادة براحتكم.
هنا بقى بعد ما استوى شكله تحفة تحفة. رغيف كبير، بصي وانا ماسكاه في ايدي عشان تعرفي ان كان كبير ولا لا. قد كف ايدي مرة ونص، قد كف ايدي مرة ونص. بصي انا وانا ماسكاه ايدي الاتنين مش لفة عليه من كبره. بصي بصي هش ازاي، بصي البيض جواه عامل ازاي، بصي هو هش ازاي. لا البيض بوظه ولا عمل اي حاجة، هش وجميل. ما فتحش، ما طلعش العيش ما طلعش منه اي حاجة. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. يا ريت قناتي مش هتكبر الا بيكم. شكرا ومع السلامة.